يا صاحبي، منك لما بتخسر ماتش بتحس انك مكسور، تفضل تسأل نفسك: انا ليه ضيعت الجيم؟ ده انا كنت شايل الجيم كله لوحدي، بس للأسف خسرت. بس ركز كده، الماتش ممكن يتلعب تاني. طب لو ضيعت الصلاة بقى يا صاحبي ما بترجعش، واللي بيروح منها للأسف بيجر وراه جزء من إيمانك إن ما كانش كله. السلام عليكم، مسا مسا على الناس الكويسة. أخبار حبايب قلبي بابا بهوش إيه؟ كويسين؟ يلا، عارف يا اسطى الماتش اللي انت فضلت فاكره ده لحد آخر اليوم، اللي هو كان جيم البرومو اللي كان لسه من يومين، وانت قعدت تحكي لاصحابك انت كنت مبهدل الجيم ازاي، وإذ فجأة تخسره، وفضلت تحكي لهم على الديسكورد. بس النهارده هم نسيوا. بس انت ما نسيتش ليه؟ اقول لك انا ليه. لان بطبيعه الحال جواك الاحساس بالهزيمه تقيل ومنغص حياتك. نفس الفكره هنا مع الصلاه يا صديق، بس الفرق هنا ان مش الانمي تيم هو اللي غلبك، اللي ضيعته هو لقائك مع ربك. تقول لي يا بهوش ايه يعني؟ لو فوتت الصلاة واحدة عادي هعوضها بكرة، يعني مفيش مشكلة. او ربك غفور رحيم يا اسطى. بس المشكلة انا يا صديقي ان كل مرة تسيبها كل ما علاقتك بربك بتضعف اكتر، لحد ما تيجي لحظة تلاقي نفسك بعيد خالص. الصلاة مش مجرد فرض يا صديقي، ده هي العمود الاساسي اللي شايل بيتك كله يا صديق، او بمعنى اوضح دينك كله. لو وقع عمود الصلاة كل حاجة حواليك فينيتو، هتنهار. تخيل معايا كده واحد عايش حياة سريعة، شغل، ضغوطات، فلوس، مشاكل، كل يوم بيجري كأنه مطحون في الدوامة بتاعت كل يوم. جواه يا صاحبي نفسه يلاقي لحظة يهدى فيها، لحظة يوقف صداع الدنيا، يسمع صوت روحه اللي بتصرخ. بس للأسف من غير الصلاة هو فعليا ما عندوش اللحظة دي. اليوم كله جري في جري، دوامة، وانت عارف مفيش وقفة حقيقية مع ربك، مفيش معنى، كلها دوشة. وعشان كده ربنا فرض الصلاة، مش بس عبادة، دي استراحة للقلب. 5 مرات في اليوم بتطلعك من زحمة الدنيا وتفكرك إنك عبد. انت مش سايبها للصدفة، انت ليك رب قريب منك اكتر من اي حد. الصلاة مش روتين يا صاحبي، دي هي شريان الحياة. لو قطعتها القلب يموت، وربنا ما يوريك يا صاحبي القلب لما بيموت ايه اللي بيحصل. في الاول الموضوع بيبان بسيط، فوتت الصلاة 2 يوم كامل ولسه حاسس انك يلا عايش عادي. لكن الخطر هنا يا صديقي مش في يوم واحد، الخطر ان قلبك يبدأ يتعود. اللي كان تقيل على ضميرك زمان يبقى النهاردة عادي. اول مرة تحس بذنب شديد قوي، تاني مرة الذنب اخف، تالت مرة خلاويص ما بقاش فيه احساس. وايه بقى اللي بيضيع مع كل صلاة بتسيبها بقى يا اسطى؟ مش مجرد وقت او فرض، انت بتضيع علاقتك مع رب العالمين، بتضيع هويتك، لحد ما تلاقي نفسك واقف يوم القيامة يا صديقي، وأول سؤال في حسابك يا صديقي قدام رب العالمين: صلاتك فين يا عبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أنت متخيل؟ أنت فاهم الكلام؟ أنت متابع معايا؟ انت فاهم انا بقول ايه؟ لا لا، انا بجد، انا بكلمك جد. من غير الصلاة انت مش موجود. الصلاة اللي انت بتفوتها 5 مرات في اليوم، الله اعلم عايش قد ايه على البسيطة على الكوكب، ايه راحت منك. يعني الموضوع مش موضوع فوتت الصلاة، ده انت فوتت حياتك كلها يا صديقي. في كل دين في شعيرة بتميز اتباعه، لكن عندنا احنا في الاسلام العلامة اللي بتميز المسلم فعلا هي الصلاة. ممكن تقول الهوية في اللبس او اللغة، او حتى انك تقول انا مسلم، لكن الحقيقة يا صديقي دي كلها مظاهر. الهوية اللي بتثبت صدقك هي انك واقف قدام ربك 5 مرات في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا معلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انت متخيل التقل بتاع الحديث؟ سبت الصلاة يا صاحبي كفرت، بلح، بقى فينيتو. يعني ببساطة اللي بيسيب الصلاة بيقطع نفسه من الهوية الإسلامية، من الدين كله.
الصلاة يا صاحبي مش مجرد فرض، هي بطاقة الهوية بتاعتك كمسلم. لو فقدتها انت نفسك اللي بتضيع. تخيل كده يوم القيامة، اللحظة اللي كلنا استنيناها، ساحة عظيمة، مليارات البشر واقفين، الشمس قريبة، القلوب بتترعش، والناس بينادى عليهم واحد واحد. كل عمل، كل كلمة، كل نظرة، كل خطوة مكتوبة ومحطوطة في الميزان. صدقاتك، صيامك، برك بوالديك، كلامك الطيب، مذاكرتك، جهادك، علمك، كل ده محطوط. كل ده ايه محطوط؟ وانت واقف قلبك بيتقطع وبتراش. يا ترى دول هينفعوا؟ يا ترى دول هيتوزنوا بميزان جامد كده؟ هل دول اللي هيدخلوني الجنة؟ بس هنا يا صاحبي في شرط محدد. قبل ما الميزان يتحرك، أول حاجة هتتسأل عنها صلاتك. لو صلحت، باقي العمل كله أوكي مقبول يا معلم، وهنبدأ نحاسب بقى بعديها. بس لو الصلاة دي مش شغالة حلو، لو فسدت، مهما كان عندك بقى حسنات كلها فينيتو. لأن العمود اللي ماسك المبنى وقع، العمود اللي ماسك الدين، الأساس، اختفى. نبيك صلى الله عليه وسلم وضح ده بحديث صادم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله كله أوكي، وإن فسدت فسد سائر عمله. الأساس يا صاحبي، الأساس. يعني ببساطة الصلاة هي البوابة، تعديها يبقى عندك أمل، تفشل فيها يا صاحبي يبقى الطريق مسدود مسدود مسدود. تخيل كده تعمل خير لسنين وسنين، تساعد ناس، تتصدق، تحج وتسوق، لكن لما يجي الحساب أول سؤال يقف كل ده على إيه؟ فين صلاتك؟ الصلاة مش فرض عابر، الصلاة هي الوزن الحقيقي، هي اللي بترجح الكفة أو بتخف الكفة. من غيرها يا صاحبي الميزان هيفضل فاضي للأسف. وهقول لك، كلنا جربنا نخسر حاجة في الدنيا. واحد يخسر شغل كان مستنيه سنين، واحد يخسر فلوس جمعها بشقة، واحد يخسر شخص عز عليه، واللي بيخسر ماتش كده ولا كده أو فرصة في الدنيا. الخسارة في الدنيا بتوجع، بس في النهاية في باب أمل، في ربك يرزقك، في ربك يديك تاني. الفلوس هتتعوض، الشغل يتبدل، الفرصة بتيجي تاني. لكن في خسارة تانية ملهاش بديل، خسارة الصلاة اللي بكلمك عليها من أول الفيديو. اللي يسيبها يمكن يعيش عادي في نظر الناس، ياكل، يشرب، يضحك، ينام، بس من جواه بيتفتت، بيخسر أهم علاقة في حياته، علاقته بربه. والأخطر يا صاحبي إن ربنا سمى اللي يسيب الصلاة مش مقصر، سماه كافر وضايع. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الخسارة مش مجرد صلاة راحت، الخسارة إنك تلاقي نفسك ماشي في طريق مضلم، شايف كل الناس بتضحك وتجري بس أنت من جوه للأسف تايه. الصلاة يا صاحبي هي البوصلة، لو فقدتها أو توهتها أي اتجاه تمشي فيه هتضيع. الخسارة الحقيقية مش إنك تخسر حاجة في الدنيا، أو يا عم ما بلاها كله يتحرق إلا الصلاة. الخسارة الحقيقية يا صاحبي إنك تقف بين إيدين ربك وما تلاقيش معاك صلاة. عارف هتقول لي يا بهوش احنا عايشين في عالم مليان ضغوطات واخبار وحشة ومشاكل في الشغل وعلاقات بتبوظ وقلوب تعبانة. في لحظات بيني وبينك كده انا عارف وانت عارف ان صدرك ده بيضيق، كأنك غرقان ومش لاقي نفس. كلنا جربنا الاحساس ده، ان دماغك عمالة تزن عليك بألف فكرة، بس قلبك مش لاقي راحة. وكل يوم تقول يمكن بكرة ابقى احسن، يمكن لما انام واقوم، يمكن لما مش عارف اخلص المذاكرة دي، يمكن لما اخلص الحاجة الفلانية دي، يمكن. بس للأسف الدوامة دي ولا بتهدى ولا بتمل ولا بتخلص. تخيل كده يا صديقي ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل اللي كان شايل همه، حروب، هموم أمة، مسؤولية، رسالة، ضغوط ملهاش أو من آخر، الرجل البشرية كلها هتنصلح على ايديه. يعني انت شايف المهمة قد ايه؟ كان بيقول ايه لسيدنا بلال؟ أرحنا بها يا بلال. انت متخيل؟ خد بالك، مش أرحنا منها كأنها حمل، لا، أرحنا
بها. يعني الصلاة بالنسبة له كانت مكان للراحة، مكان الهدوء، مكان الاستكانة، زي حضن كده كبير مفتوح من رب العالمين، زي محطة لشحن الروح وسط زحمة الدنيا. الصلاة يا صاحبي مش روتين ممل. يمكن يا صاحبي لما ترجع لها هتلاقيها ممكن تقيلة في الأول شوية، أو روتين غريب عليك، أو لكن خليك متيقن يا صاحبي إنها علاج للقلوب اللي تعبت من الدنيا. كل سجدة، كل سجدة على الأرض ادعي فيها ربك يهديك. هي جلسة علاج نفسي وروحي ليك، تعيط فيها، تفضفض، تفرغ همومك يا صاحبي، تلاقي نفسك أخف جدا. كل ركعة هي مسافة تبعدك عن ضغط الدنيا وتقربك لربك، لدرجة إنك ممكن تخرج من الصلاة يا صاحبي حاجة تانية خالص، لدرجة إن أنت فصلت، أنت راجع إنسان جديد، تشحنت يا صديقي. وعشان كده اللي بيسيب الصلاة يا صاحبي بيحرم نفسه من العلاج الوحيد اللي ممكن يشفيه. يفضل يجري ورا أدوية أو تسلية أو ضحك فارغ، تضييع وقت وخلاص، بس الوجع بيفضل جواه. أما بقى اللي بيحافظ عليها، يا رب نكون منهم، حتى هو مهموم، حتى هو متدمر، بيلاقي طمأنينة مش هتلاقيها في أي مكان تاني. لو وقفت كده لحظة تفكر، كلمة صلاة أصلا نفسها جاية من كلمة صلة، يعني علاقة، يعني خط مفتوح بينك وبين ربك. أنا عارف إن أنت راجل مشغول وعندك مكالمات ومسد كولز يعني صبح وليل في حياتك، أهلك، صحابك، شغلك، بس أهم اتصال هو الاتصال بربك يا صاحبي. الاتصال اللي من غيره بتفقد الحياة معناها. طب تخيل بقى إن موبايلك اتفصل عنه الشبكة كده، مهما كان غالي، مهما كان مليان برامج، كله هيبقى أوفلاين وملكش أي لازمة. نفس المثال ده يا معلم لو قطعت صلاتك، حياتك تبقى مليانة أنشطة، ضحك، شغل، فلوس، بس من جوه كله مش متوصل بحاجة، مفيش نور، مفيش معنى، مفيش هدف. صلاة يا صاحبي هي السلك اللي واصل بينك وبين ربك. تركع وتسجد فتفتح خط مباشر مع رب السماوات، تلاقي نفسك برغم ضعفك وأخطائك موصول. ولو لا قدر الله الخط ده اتقطع، تبقى لوحدك للأسف. ولو الخط ده متوصل عمرك ما هتحس بالوحدة، حتى لو الدنيا كلها اتحرقت بجاز وسخ. الصلاة مش عادة، الصلاة هي شبكة حياتك، من غيرها كل حاجة اوفلاين، بيها انت دايما كونكتد، متصل بربك يا صاحبي. بص، احنا كلنا بشر، كلنا بنغلط، كلنا ممكن نضيع، كلنا ممكن نتوه، مفيش حد كامل. بس الخطر الحقيقي يا صديقي اني خايف عليك، مش انك تغلط. الخطر انك تستمر سيبانك للصلاة وتفتكر ان ده عادي، او هيجي يوم انك تصلي ان شاء الله، يعني قدامنا لسه عمرنا طويل. لا تأمن، لا تأمن، اوعى تفتكر ان ده عادي. دي اخطر خسارة ممكن تواجهك في حياتك. الصلاة هي عمود الدين، هي هويتك، هي علاجك، وهي اول حاجة هتتسأل عنها يا صاحبي. فلو كنت ضيعت شوية ارجع، لو كنت كسلت قوم دلوقتي، لو كنت بعيد عن ربك افتح خطك مع ربك تاني وتوب وارجع. لان لو ضاع عمود الصلاة يا صاحبي، للأسف مش هيبقى في حاجة تانية واقفة على حالها. وبس كده، سلام عليكم.